أنا قررت أغيّر تفكيري. تفتكر إيه هي أغرب حاجة؟ إنك تقعد 8 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات على حاجة واحدة بس أنت عايز تخلّصها، وتيجي آخر اليوم تلاقي نفسك ما خلّصتش مثلًا 10% أو 20% منها، انت فاجئتيني بسفالتك، اقصد بصراحتك. أو تصحى في أول اليوم وتكون الحماس واخدك شوية وتقول أنا هاخلّص كذا وكذا وكذا وكذا، وده كله هيحصل النهارده، وتيجي في آخر اليوم تكتشف إن أنت أصلًا ما خلّصتش غير حاجة واحدة بس، أو يمكن تكون أصلًا ما خلّصتهاش، وتزهق ويكون اليوم ضاع منك، وفجأة تلاقي نفسك دخلت في دوامة، إنك تفتح فيسبوك أو تيك توك أو تبعت رسايل وتلاقيك في الآخر ما أنجزتش ولا حاجة. الموضوع ده بالنسبة لي كان مُحبِط أوي، 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 لحد ما في يوم قررت أعمل تجربة، إني أخصص ساعة واحدة بس أخلّص فيها الحاجة دي، وأشوف نفسي هل قدرت أخلّص الحاجة دي في ساعة واحدة بس، بدل أنا أصلًا ما عرفتش أخلّصها في 8 ساعات أو 9 ساعات، وأشوف الفرق اللي حصل ما بين إن أنا خصصت نفسي وعملت دماغي تركّز في ساعة واحدة بس، أو إني دخلت في دوّامة ما عرفتش أطلع منها غير وأنا مثلًا في إيدي تليفون وفاتح فيه فيسبوك أو تيك توك، وأشوف إيه الفرق. والمفاجأة في اللي حصل إني قدرت أخلّص الحاجة واللي بقى لي 8 ساعات أو 9 ساعات كل يوم باحاول أخلّصها وأخش في نفس الدوّامة دي وما أعرفش أخلّصها في الآخر، ومن ساعتها الطريقة دي حفظتها وما قدرتش أستغنى عنها، وفي الفيديو ده هاشارك معاك إزاي تعمل الطريقة دي أو إزاي تقدر تركّز في حاجة واحدة بس لمدة ساعة وتخلّصها، بدل ما أنت تقعد 8 ساعات أو 9 ساعات في نفس الحاجة وما تعرفش تخلّصها، وده اللي هاتكلم عليه في الفيديو ده. فبس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. بُص، أنا كنت واحد من الناس أصحى الصبح أمسك الموبايل ولا أعمل أي حاجة، بس على الأقل لازم أمسك الموبايل، أتسلى شوية وبعدها ضميري يأنّب لي شوية يعني، وأقول أقوم أذاكر. مش قوي بصراحه. أو أفتح كمبيوتر أشتغل عليه أو أفتح أي حاجة أشتغل عليها، بس بصراحة ما باقدرش أخلّص اللي عليّا أو ما باقدرش أعمل الحاجة اللي أنا قُلت هاعملها النهارده. ليه؟ وده لإني بادخل في دوّامة كبيرة ما باعرفش أطلع منها غير وأنا في إيدي التليفون. كنت ألاقي نفسي أعمل كل حاجة في نفس الوقت، إن أنا أصلًا باذاكر ولكن دماغي تودّيني في حتّة تانية أصلًا، إني لازم أفتح تيك توك أو أشوف إيه اللي حصل في الدنيا. مع إن أصلًا لو حاجة حصلت في الدنيا أنا مش هاعرف أغيّرها، يعني أنا مش هاغيّر العالم في الساعة اللي أنا هاذاكر فيها دي أو ال8 ساعات اللي أنا هاذاكر فيها دي، لأ، بس دماغي لازم تودّيني في الحاجات دي، ليه؟ ما أعرفش. انا لو اعرف اقول على طول. هو انا هخبي على حضرتك ليه؟ وفجأة ألاقي اليوم خلص وأكتشف إني ما خلّصتش غير 20% أو حتى كمان 10% من اللي أنا كنت كاتبه، وأتفاجئ وأتصدم إن في آخر اليوم أكتشف إني ما خلّصتش غير 20% أو 10% بس من اللي أنا كنت أصلًا كاتبه أو من اللي أنا كنت جاي عليه، لحد ما جرّبت حاجة صغيّرة أوي، إني أختار حاجة واحدة بس في أول اليوم وأبدأ أركّز عليها لمدة ساعة واحدة بس، وأدّي الحاجة دي كل تركيزي، وعلشان تعرف يعني تعمل الخطوة دي وتطبّقها وتكتب لي في التعليقات هي نفعت معاك والّا لأ، فمحتاج تمشي على 3 خطوات. ببساطة كده أول خطوة إنك تختار أهم حاجة عندك في اليوم عايز تخلّصها، وأهم حاجة عندك في اليوم عايز تخلّصها لازم تاخدها في أول اليوم، عشان أول اليوم دماغك بيبقى نشيط كده وما فيش حاجة أصلًا تعكنن عليه أو ما فيش حاجة تشتته عشان أنت لسه صاحي وفي أول اليوم، فأنصحك يعني تبدأ بالحاجة المهمة دي اللي عايز تخلّصها في أول اليوم. تاني حاجة إنك تعزل نفسك عن المشتتات تمامًا، إلا في حالة واحدة بس، إن أنت أصلًا بتذاكر على الموبايل فعايز تذاكر عليه، فده حلّه بسيط، أنت معاك الموبايل فلازم تعتمد على نفسك، خلّي عندك إرادة يعني ما تبقاش زيي. يعني الموبايل ده ممكن تبحث على يوتيوب أو ممكن تبحث على جوجل إزاي تكفي الموبايل ده، هتلاقي في تطبيقات كتيرة ممكن تقفل بيها فيسبوك أو تيك توك أو أي حاجة، أو ممكن أنت أصلًا تلغي الإشعارات من عندك وتبدأ تذاكر. تالت حاجة وأهم حاجة فيهم إنك تدّي نفسك ساعة واحدة بس تبدأ تركّز فيها عن الحاجة المهمة دي، إن الساعة خلصت وأنت ما خلّصتش أصلًا المهمة دي عادي، خُد بريك 5 دقايق وخُد ساعة تاني بعديها، المهم تخلّص المهمة دي وتنعزل تمامًا عن السوشيال ميديا عشان دي أهم حاجة يعني، وبس كده أهم حاجة لازم تاخد بريك يعني أهم حاجة لازم تاخد راحة بعد الساعة دي، مثلًا ممكن تاخد 10 دقايق أو 5 دقايق زي ما تحب، بس ما تطوّلش يعني عن 10 دقايق، والنتيجة هتتفاجئ أصلًا أنت إزاي خلّصت المهمة دي، وأنت أصلًا بتقعد بال8 ساعات أو ال9 ساعات بتحاول تخلّصها وما بتعرفش تخلّصها، وده عشان أنت طبّقت ال3 خطوات اللي أنا لسه قايلهم لك، يعني لازم تطبّقهم. خلّيني أدّيك مثال مثلًا، أنا كنت في تالتة ثانوي، كان ورايا حوالي فصل فيزيا لسه ما خلصتوش، اللي هو آخر فصل يعني، والمهم كان عليّا الامتحان اللي هو نهاية السنة خلاص، اللي هو كان عليّا الامتحان ده بعد يوم أو بُكرة، اللي هو أصلًا المفروض أذاكر النهارده وعليّا امتحان بُكرة.
تمام. فكان ورايا الفصل ده ما فتحتوش من اول السنه علشان بصراحه كنت خايف منه يعني وبتاع، في الاخر طلع تافه. المهم فقررت ان ادي نفسي ساعه مثلا احاول اخلص فيها الفصل ده. خدت ساعه ورا ساعه ورا ساعه واتفاجئت ان انا اصلا خلصت الفصل. ازاي؟ اللي كنت خايف منه، اللي كنت خايف افتحه، ولكن لمده ساعه واحده بس او مثلا يا عم 3 ساعات قدرت اخلص الفصل. والخطوات اللي طبقتها عشان احاول اخلص الفصل ده او احاول ان انا انجز هي اللي انا قلت لك عليها في الجزء اللي فات، اللي هو اقفل الموبايل، ادي نفسي ساعه واحده بس اركز على اهم مهمه، ودي بالنسبه لي كانت اهم مهمه لازم اعملها. وصدق او لا تصدق انا خلصت الفصل اللي كنت خايف منه اصلا. اللي عايز اوصله لك ان التركيز المتواصل اهم بكتير من انك تدي نفسك ساعات كتيره على الفاضي ان انت ما تقدرش تخلص فيها اصلا. طب انت دلوقتي تسال نفسك سؤال، طب ليه الموضوع ده بالذات شغال مع انك جربت كذا طريقه وما اشتغلتش؟ انا هقول لك، لان مخك لما يعرف انه عنده مهمه واحده بس وعايز يخلصها وانت اصلا بعد عنه كل المشتتات، فهيدي كل طاقته وكل تركيزه على المهمه دي بس، فهيبدا يركز وهيحاول يخلصها. ولما تشيل المشتتات او لما اصلا ما تتعددش المهام، ما تقولش اخد دي مع دي ودي مع دي، لا، لما تركز على مهمه واحده فمخك ما بيتوهش ما بين هيخلص دي الاول او هيخلص دي او هيخلص دي ويخش على اللي بعدها، لا ما بيتوهش، فبيدي كل تركيزه للمهمه الواحده دي. دلوقتي انت ممكن تسال نفسك ابدا ازاي وازاي اطبق الخطوه دي؟ انا هقول لك، صلي على النبي. اول ما تصحى من النوم انا عارفك طبعا الحماس بيبقى واخدك شويه وبتقول ده هخلص كذا وكذا 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 كذا وكذا وكذا كذا، وما تلاقيش صوبع تاني تحركه علشان تخلص فيه المهمه اللي بعدها، لا. ايه يا ابطال؟ انا عايزك بس تركز على اهم مهمه عايز تخلصها في اليوم. مثلا انت عايز تخلص فصل رياضه او عايز تخلص باب رياضه او عايز تخلص حاجه مهمه ليك في الشغل عايز تخلصها او اي حاجه مهمه عايز تخلصها، فتركز عليها هي بس في اول اليوم. وده عن طريق انك مثلا ممكن تكتبها او ممكن تقول انا هخلص دي، خلاص دماغك هيركز على المهمه دي بس. تاني حاجه انك تكتب المهمه دي في ورقه او تكتب المهام اللي عليك دي في ورقه. ولو مش عارف ازاي تكتب تو دو ليست او مش عارف ازاي تكتب المهام اللي عليك في ورقه، فانا كنت عامل فيديو كامل عن الموضوع ده، فلو ما شفتوش فهسيبه لك هنا يعني او هيظهر هنا او هنا او ممكن اسيبه لك تحت في الوصف. تالت حاجه وهي اهم حاجه بصراحه انك تدي المهمه دي ساعه واحده بس. انا عارف ان انت اصلا مش هتخلصها في ساعه، يعني انت ما تاخدش مثال ان هو ساعه واحده، لا تاخد معاك 4 ساعات، ولكن ساعه واحده دي مجاز انك تركز ساعه وتاخد بريك 5 دقائق بعدها، لو ما خلصتش تاخد ساعه بعديها وهكذا لحد ما تخلص المهمه اللي وراك. بعد الساعه دي خد بريك 5 دقائق او 10 دقائق وكمل المهام اللي بعديها. جرب الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي ومش هتندم، وان شاء الله هتجيب معاك يعني وهتنجز اللي وراك. انا شخصيا لما جربت الطريقه دي بقى عندي وقت زياده، ان اصلا كنت باخد 8 ساعات او 9 ساعات على الكتاب، فما بلاقيش وقت اعمل فيه حاجات مهمه، ما بلاقيش وقت مثلا اروح جيم، ما بلاقيش وقت العب فيه كوره، ما بلاقيش وقت اضد فيه اي حاجه، لا. يعني بعد الطريقه دي بعد ما ركزت في ساعة واحدة بس أخلّص فيها المهمة اللي ورايا، يبقى لقيت وقت كتير. وأنت لو جربت الطريقة دي تلاقي وقت فاضي تقدر تعمل فيه المهارة اللي أنت بتحبها. فلو أنت عايز تنجز أكتر جرب الطريقة اللي أنا قُلت لك عليها في الفيديو ده. وهي بس كده، ده هيكون الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة واكتب لي في التعليقات عايز تتكلم عن إيه الفيديو الجاي. وهي بس كده، أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.